الكاف يؤكد أن البطولة في موعدها حتى الآن وسيدرس الأمر معكم مطلع الشهر المقبل. ماذا أنتم فاعلون لو رفض الكاف طلب التأجيل وهو الأمر المرجح يعني تقريبا حتى الآن؟ أولا أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. طبعا الطلب اللي تقدم به المغرب يعني تأجيل التظاهرة الإفريقية هو طلب أولا مبني على التقرير الأخير الذي تقدمت به المنظمة العالمية للصحة، والذي يعني يثير يعني ناقوس الخطر، لأن هناك الأرقام المخيفة والمهولة اللي تقدمت بها المنظمة. يكفي التذكير بأن هناك أكثر من 8000 حالة التي أصيبت بالداء، 50% كلها يعني كانت يعني في طريق الوفاة. وبالتالي فهناك أيضا يعني توجه لذات المنظمة بأن في الأسابيع القليلة أو الأشهر القليلة القادمة سوف يعني غادي الوباء يصل إلى أكثر من 20,000 إصابة. إذا طبعا هذا يحيلنا إلى تحمل المسؤولية. أولا المسؤولية يعني كمسؤولين هي أن التنظيم ديال الكأس الإفريقية أولا غادي يكون ظروف نجاح يعني التظاهرة اليوم غير متوفرة، باعتبار أن هناك واحد المجموعة ديال اللاعبين اللي اولا ما غاديش يشاركوا في المقابلة، وايضا الجمهور اللي ما غاديش يكون حاضر. طبعا الصحه الافريقيه عندنا هنايا اولويه. بالرجوع الى الكاف او يعني رد الفعل ديال الكاف، اعتقد ان تم الاتفاق على ان غادي يكون هناك لقاء مع الاخوان المسؤولين في المنظمه في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم لدراسه يعني طرق وسبل يعني تنزيل هذا التأجيل، لأن الأمر يتعلق بالصحة الإفريقية. نعم. ويتعلق سيادة الوزير عذرا على المقاطعة، ماذا سيتغير لو تم تأجيل البطولة شهر أو حتى شهرين؟ هل سينتهي الوباء من إفريقيا مثلا؟ لا البطولة، تأجيل البطولة رهين برؤية المنظمة العالمية للصحة حول انتشار الوباء. يعني لو كلف الامر اننا ننتظر سنه او سنتين فنحن لن نتردد في ذلك، لاننا نعتبر باننا لنا مسؤوليه تاريخيه اليوم تهم الصحه الافريقيه اولا واخيرا، ولا يمكن العبث يعني بهذا البعد، لان الامر يتعلق بصحه يعني الشعوب، ولا يمكن للمغرب ان يقابل هذا الاتجاه. اذا سياده الوزير، هل ستوافقون في حال تم نقل البطوله الى دوله افريقيه اخرى؟ لا، احنا ليس لنا اي مانع، ولكن سيبقى لنا نفس التخوف، لان الامر لا يتعلق بنقل المباراه بقدر ما يتعلق بهاجس انتشار المرض، سواء كان في المغرب او كان في دوله افريقيه اخرى، لان المنظمه العالميه للصحه اليوم توصي بعدم تنظيم او تجنب كل التجمعات الجماهيريه، خصوصا في افريقيا او الدول يعني اللي انتشر فيها الوباء، او الدول المجاوره لها، وبالتالي فسوف تكون مجازفه لن تحسب يعني عقبها، وبالتالي يعني الامر يتطلب الحيطه والحذر. ولكن ربما الكاف لا يستطيع ايقاف كل نشاطاته الرياضيه. على اي حال اشكرك جزيلا السيد محمد أوزين وزير الشباب والرياضه المغربي، كنت معنا عبر الهاتف من مراكش. شكرا جزيلا.